خلي بالك ان الكلام اللي هقوله ده على اعتبار ان حضرتك بتجيب قهوة فرز اول مش فرز تاني ولا تالت، وساعات كمان بيوصل لقهوة فرز او بنوع بن فرز خامس. لا، احنا بنتكلم على بن نوع نظيف. خليني اقول لك القهوة مش بس مزاج وطعم، صحيح القهوة طعمها جميل والناس اللي بتحبها عارفة الموضوع ده كويس، لكن القهوة عبارة عن صاحبك المهايبر اللي لما بتكون كده كسلان وعندك خمول يلسوعك عشان تقوم تشوف اللي وراك. ناس كتير مننا فاكرة ان القهوة بتديك نشاط وحيوية وفوقان، لكن القهوة ما بتعملش كده، لا بتديك طاقة ولا نشاط ولا حيوية، هي فقط بتمنعك تحس انك تعبان. لان ببساطة طول ما انت شغال طول النهار كده وتعبان بيحصل ان في مركب في جسمك اسمه الادينوسين. الادينوسين ده بيتم استقباله بواسطة مستقبلات موجودة في الدماغ بتاعتك. اول ما الادينوسين ده يملى الاماكن دي او المستقبلات دي يبتدي المخ يبعت اشارات ان انا خلاص والله تعبان ومرهق فيلا بينا ننام. اللي بيحصل بقى حضرتك لما بتشرب فنجان القهوة بتاعتك في مادة جوه القهوة اسمها الكافيين او الكافيين. الكافيين ده شبه الادينوسين فبيروح شايله ويجي قاعد مكانه، وبكده يمنع المخ انه يحس بالتعب وانه عايز يريح. مخك الطبيعي عشان خاطر يرجع للحالة بتاعته، يرجع لحالة التوازن بتاعته بتاع زمان، لازم يزود عدد المستقبلات شوية عشان خاطر يحسسك بالتعب فتنام. فتضطر حضرتك عشان تتغلب على الموضوع ده تزود جرعة القهوة شوية، فالمعلقة أول ما كانت نص معلقة بقت معلقة كاملة، ابتدت تبقى أكتر من معلقة كمان، فتلاقي نفسك عمال تزود في جرعة البن من غير ما تاخد بالك عشان تصحصح أكتر، تكتر كمان فناجين القهوة عشان تفوق وتصحصح أكتر. ونفضل شغالين في الحلقة دي عشان خاطر نحصل على الفوقان، كل شوية نزود عدد فناجين القهوة أو كمية القهوة. المشكلة يا صديقي المشاهد إن مش كلنا حساسين للكافيين بنفس الدرجة، لذلك لو انت من الناس دي اللي حساسة للكافيين فبلاش القهوة، ابعد عنها لانها هتزود لك القلق، هتزود لك التوتر. كمان عندك لو عندك قولون عصبي، واكيد غالبا لو انت من الناس اللي عندها قلق وتوتر على طول دي وتاخد الامور على اعصابها غالبا هيكون عندك قولون عصبي، هي هتزود لك كمان اعراض القولون العصبي، هتزود لك كمان ضربات القلب، هتخليك دايما متوتر. ده غير طبعا مشاكل النوم، مش هتنام كويس وكل شوية هتصحى من النوم. طب ايه البديل في الوقت ده؟ البديل في الوقت ده هيكون يا اما الجينسينج يا اما الشاي الاخضر، بس طبعا بكميات معتدله، هم دول اللي هيدوك نشاط وحيويه بديلا عن القهوه. المشكله الكبيره حتى في الناس اللي مش حساسه للكافيين او حتى حساسه للكافيين وقررت برضو انها تشرب القهوه، ان احنا بنزود مشاكل القهوه اكتر واكتر. تلاقي الواحد كده بدل ما يصحى طبيعي يشرب كوبايه ميه ينظف الكليه بتاعته، لا يصحى على فنجان القهوه، بيبتدي يضغط على الكلى بتاعته، يعصر الغده الكظريه عصر عشان يخليها تفرز هرمون الكورتيزول عشان تديله نشاط وتديله صحصحه وفوقان. طبعا هرمون الكورتيزول ده اول ما بيعلى بيرفع لك السكر، فيفضل السكر بتاع دمك طول اليوم غير منتظم، سكرك متلخبط، تلاقي نفسك بتحس بالجوع بسرعه جدا. غير طبعا هيعمل لك الكرش اللي تحت، يعمل لك احتباس كمان في سوائل الجسم، فهيعمل لك مشاكل كتير جدا. غير طبعا مع استمرارك على طول انك بتشرب قهوه على طول وتعصر في الغده الكظريه، عمال تعصر فيها، يحصل لك حاجه اسمها الادرينال فاتيج. تبتدي بعد كده بقى بعد ما بقيت كان عندك فوقان وصحصحه، لا بقيت مرهق دايما وتعبان دايما. كمان هرمون الكورتيزول طالما دايما مرتفع انت يستحيل تنام كويس، مش هتعرف تنام كويس. لذلك اول خطوة انك تبطل القهوة او بلاش حتى تشربها الصبح. كمان القهوة هتزود لك حموضة المعدة بتاعتك. كمان القهوة لو انت من الناس اللي عندهم مشاكل مثلا في الغدة، وفي ناس موجودة على القناة من الناس دي، لو عندك مشاكل في الغدة وبتاخد مثلا ليفوسايروكسين او الهرمون المعوض، القهوة هتقلل من امتصاصه، فانت تاخد العلاج وتحس انه مش جايب نتيجة، لان القهوة بتقلل من امتصاص بعض الادوية. مش بس كده، كمان القهوة بتقلل لك من امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في المية لانها طبعا مضرة للبول، فهتبتدي كل شوية رايح على الحمام فعمال تنزل في الفيتامينات، عمال تنزل في معادن زي المغنيسيوم زي البوتاسيوم زي الحديد. لذلك عشان خاطر تبدأ يومك صح، اول لما تصحى اوعى تصحى طبعا على الموبايل. احنا عملنا حلقة كاملة عن الموضوع ده ازاي بيعمل لك مشاكل كتير جدا، بالعكس ممكن يكون انيل من القهوة كمان. فالافضل انك تصحى كده تشرب ميه الصبح كده، تنظف الكليتين بتوعك لانه في فتره حرمان من الميه.
تاني حاجة كده مثلا هتبتدي تفطر مثلا بعد نص ساعة، بس طبعا الفطار بتاعنا الصبح يا ريت نبعد عنه خالص النشويات، نخلي فيه بروتين، نخلي فيه سلطة، نخلي فيه دهون صحية، نبعد عن النشويات خالص الصبح. بعد الاكل بساعة ممكن نشرب فنجان القهوة، ويا ريت يكون هو فنجان واحد، ونثبت المعلقة ونثبت المعيار بتاعها، ما نزودش كل شوية الجرعة. اقصى كمية للكافيين في اليوم بتاعك مفروض ما تعديش ال 400 مللي جرام، يعني تقريبا كده من 3 ل 4 فناجين قهوة صغيرين. ولو انت من الناس اللي حساسة للكافيين او حساسة للقهوة، خلي بين ميعاد نومك وبين اخر فنجان قهوة 14 ساعة، لان ببساطة عشان تتخلص من نص الكافيين اللي انت خدته محتاج 6 ساعات، عشان تتخلص منه كله اضرب الرقم ده في 2 قول 12، فقول 14 ساعة عشان تعرف تنام. فابعد خالص لو انت حساس من الكافيين، ريح دماغك وابعد عن القهوة، ومع الوقت هتتعود عليها. طب لو انا قررت ان انا ابعد عن القهوة خالص، ايه اللي جسمي هيستفاده؟ خليني في الجو الحر ده اخد شوية مية، تكون انت اشتركت في القناة، فعلت الجرس، عملت لايك وكومنت، وتستناني في حلقة قوية جدا. ثواني مش هغيب عليك. في اليوم الاول، وعلى حسب دراسة من جامعة جون هوبكنز، ان 89% من الناس اللي بطلوا القهوة في اول يوم حسوا ليها باعراض انسحاب، زي الصداع، زي التوتر، متنرفز، المزاج زي الزفت، عندك خمول ومفيش طاقة. المهم اليوم الاول بمره وبحلوه عدى، عشان ندخل بعده على اليوم التاني اللي هتلاقي فيه الصداع ابتدى يزيد اكتر، المزاج بقى متقلب كل ساعة وكل شوية في حال، هنبتدي كمان نحس كده بنسبة اكتئاب خفيفة داخله علينا، لان القهوة ببساطة بتزود هرمونات السعادة، وفي ظل الحياة اللي احنا بنعيشها دي هنجيب منين سعادة؟ فبالتالي هتحس باكتئاب، وهيفضل المود ده والموضوع ده مكمل معاك لليوم الثالث. لكن الخبر الجميل انك على اليوم الرابع هيبتدي جسمك يتعامل بدون القهوة وبدون اي مشاكل، هتلاقي نفسك بتصحى طبيعي، جسمك بيفوق نفسه بنفس ذات نفسه زي ما بيقولوا، هتلاقي كمان نومك ابتدى يبقى افضل، نوم مش متقطع، وهتنام بعمق، بس طبعا بشرط انك تنام كويس. ارجعوا لحلقة النوم، حلقة قوية جدا هتعجبكم جدا، لو طبقنا الموضوعين دول مع بعض هتفرق معاك كتير جدا في موضوع النوم، والنوم عبارة عن حياة. ارجعوا زي ما قلت لحلقة النوم. القلق، التوتر، القولون بتاعك، ضربات القلب بتاعتك، هتبتدي كل الحاجات دي، حتى ضغط دمك، كل ده هيبتدي يتظبط اكتر على اليوم السابع. اول ما توصل اليوم السابع هتحس ان انت والله كنت مدي قهوة اكبر من حجمها، كنت محسسنا انها حياة وانك لازم تكمل فيها طول العمر. بالعكس، ده في ناس شافت ان صحتها بقت افضل لما بطلت القهوة، لدرجة ده ظهر على البشرة بتاعتهم. هتبتدي كمان مستويات المعادن في جسمك زي الزنك، زي المغنيسيوم، زي الحديد يبتدي يرتفع، بدل ما كان بيطلع مع المية بتاعتك هيبتدي تركيزه في جسمك يرتفع، وخلايا جسمك تستفيد بيه. والاهم من ده ان قولونك هيبتدي يرتاح، لان القهوة بتنبه القولون اكتر وتزود حركته اكتر وتزود تقلصاته اكتر، فهتبتدي الانتفاخات، هتبتدي الغازات بتاعتك تقل، قولونك هيبتدي يرتاح، ولما قولونك يرتاح انت نفسيا هترتاح. في النهاية القهوة لا هي شيطان ولا هي ملاك، هي تقدر تقول عليها مشروب ليه فوائد كتير وبرضه ليه بعض الأضرار، والأضرار دي بتكون أكتر من الفوائد عند الناس اللي حساسة للقهوة أو للكافيين. لذلك لو أنت من الناس دي، نصيحة ابعد خالص عن القهوة، ولو أنت مش من الناس اللي مش حساسة ليها خليك برضو معتدل في القهوة بحيث تاخد منها الفوائد وتبعد عن الأضرار. وبكده خلصت حلقتنا، كانت حلقة خفيفة وصغيرة، أتمنى يا رب تكونوا فعلا استفدتوا منها، ولو ده اللي حصل ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تعملوا كومنت، وتستنوني الحلقة الجاية. وبس كده، سلام عليكم.